يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل صينية لذيذة قوي، تنفع للفطار، تنفع للعشاء، ممكن كمان تنفع للغدا. لما بكون مش قادرة اعمل غدا بقوم اعملها على طول. ممكن اكلها مع شوية بطاطس محمرة، مع شوية طحينة، حاجة كده ما تقولش لأ لأي وجبة. هنعمل النهاردة عجة فرنساوي، بس انا غيرت في طريقتها شوية بحيث انها تكون اقتصادية. نزلت ب3 بيضات كبار، ولو البيض بتاعك صغير هننزل ب4 بيضات. 3 معالق كبار من الخل، وهقلب كويس لحد ما البيض بتاعي والخل يختلطوا كويس. بعد كده هنزل بكوباية من الحليب، نص كوباية من الزيت، ربع كوباية من الكاتشب، وهقلب كويس لحد ما الكاتشب بتاعي يدوب كويس في الخليط. بعد كده هجيب البهارات بتاعتي، عندي معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، وحوالي ربع معلقة من الفلفل الأسود. وهقلب لحد ما البهارات بتاعتي كلها تدوب في الخليط. بعد كده هنزل بالمواد الجافة بتاعتي، نزلت بكوبايتين من الدقيق، و3 معالق صغيرين من البيكنج باودر او الكيك شيف. انا بحب استخدم الكيك شيف في المعجنات عشان بيدي المعجنات بتاعتي ارتفاع، لكن لو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي البيكنج باودر العادي، مفيش مشكلة. بعد كده هنقلب كويس لحد ما الدقيق بتاعي كله يختفي في الخليط، ولازم اتأكد ان الدقيق كله داب عشان ما يتحرقش معايا في الفرن. بعد كده هجيب الخضار بتاعي وانا قطعته مكعبات. عندي فلفلاية كبيرة من الفلفل الأخضر، وطماطماية كبيرة، وحوالي ربع كوباية من الزيتون الأسود. ممكن تعملي ميكس بين الزيتون الأسود والزيتون الأخضر. واستخدمت شريحتين من اللانشون، ممكن تستخدمي بسطرمة أو سوسيس يعني المتوفر عندك. وهقلب كويس، وبعد كده هجيب الصينية بتاعتي وهدهنها بأي مادة دهنية. انا نزلت بنقطة زيت ودهنتها من كل الجوانب، وهنزل بالخليط بتاعي واسويه كويس. وبعد كده هدخله على فرن سخن على درجة حرارة 200، وهختبره بخلة سنان او عصاية الشيش طاووق، ولو طلعت معايا نضيفة تبقى هي كده استوت. هي بتاخد حوالي 40 دقيقة، وكده الصينية بتاعتي تبقى جاهزة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، هستنى اللايك والشير. كان معاكم اسراء، سلام.